السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في قناة كويزين إيمان. اليوم غادي نوجد لكم كيكة خفيفة كتجي غزالة بلا ما نسقيوها، بلا مجهود، بلا تعب. ان شاء الله غادي ندوزو دابا المقادير والطريقة ديال التحضير. وما تنسوش الى عجبتكم القناة ما تنسوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتشتركوا في القناة وديروا لايك. اذا ندوزو في المقادير. عندي نص كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، كاس ديال سنيده مع مرش، شويه الملحه، عندي جوج معالق عامرين كبار ديال الكاكاو المر، عندي هنا جوج خمارات من 7 غرام، من وزن 7 غرام، فانيا من وزن 7 غرام، عندي 4 البيضات، عندي جوج باكيات ديال كوكيز، عفوا ديال صابلي. هنا غادي ندوز باش نقطعهم. نقطعوا هاد القطع في الكاس وغادي نطحنوا كلشي خطره وحده. ما غنديروا لا حتى ليمون لا حتى شي حاجه، غندوزوه ديريكت نطحنوه وندوزوه للاطه فاش غادي نطيبو ان شاء الله. غادي نكمل الطريقه ديال التقطاع. نستمروا في التقطيع. من بعد غادي نديروا البيض في اناء. بسم الله. نكملوا البيض يعني نستمر. تنكمل البيض. من بعد غادي نضيفو حتى هو في الكاس 4 البيضات. من بعد غادي ندير الكاس تاع سنيده، كاس ديال الحليب، نستمر. ندير نص كاس ديال الزيت، رشه ديال الملح، كاكاو عندي جوج معالق كبار عامرين كاكاو المر، غندير الفانيا. يعني ساهله ما فيها لا مجهود ولا حتى تعب. غطحنيه غادي تدوزيه للاطه اللي غادي طيب فيها ان شاء الله. هنا جوج خمارات، غادي ندوزو باش نطحنو الكل. نستمر حتى نكمل. بعد ما كملت السائل كما كتلاحظوا كيجي يعني واقفه العجينه ديالو. غادي ندوز دابا نجيب المول اللي غادي نطيب فيه الجينواز. انا هنا غادي ندوز ندير السائل ديال الجينواز. هاد الكيكه كتجي غزاله، جربوها ردوا عليا الخبر. اكيد كتجي بلا ما نسقيها، بلا ما يعني كتجي زوينه وبلا ما نشكرها لكم ان شاء الله حتى تجربوها وغادي نتاكدوا. اذا هنايا غادي نقاد الكيكه باش ندوزها للفرن. غادي ندوزها للفرن. انا غنديرها في الفرن غازي، يعني ندير الفران بارد. غتطلب ليا واحد الوقت، هي ما تتعداش 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه.
انا خدات ليا هنا اكثر من 15 دقيقه، يعني قريبه ثلث ساعه فاش طابت ليا على خاطرها وكان الفران بارد ونقصت عليها الفران. ما درتش الفران يعني سخون بزاف ولا نار مجهده، درت نار قليله باش طابت ليا على خاطرها. اذا هنا ندوزو نديروها في الفران ونتلاقاو. هنا بعد ما طابت كيف ما كتلاحظوا كتجي خفيفه خفيفه بزاف. ونحيدها من اللاطه باش ما ترجعش ليا ديك السخونيه ديال اللاطه وتنشف ليا الكيك. غندوزها نحطها وغندوز باش نوجدوا ليها لا كريم ديالها اللي غادي نحضروها بها ان شاء الله. كما كتلاحظوا كتجي خفيفه خفيفه بزاف. خليها على جنب. هنا غادي ندوز نصيب الكريم شونتي. غادي ندير شاصي ديال الكريم شونتي، درتو في فريغو خليته محلول تقريبا واحد الساعه باش يطلع ليا. وعندي كوبيل، عندي كاس عامر ديال الحليب. انا هنا غنستعمل غير كاس، هذاك استغنيت عليه باش تجيني الكريمه واقفه. غادي ندير الكاس ديال الحليب حتى هو درتو في فريغو واحد المده. غادي نستغنى عليه. غندير الشاصي ديال الكريم شونتي والكوبيل غنخليه حتى الاخر باش يعطينا داك اللون ديال واحد اللون اللي غادي نحصل عليه. يعني غادي نغير هذا اللون الابيض. بسم الله. نطرب هذا الكريم وغادي نتلاقاو ان شاء الله بعد ما انا هنا استغنيت عليه كما قلت لكم في الاول. وهنا طربت الكريمه ديالي. غادي ندير ليها دابا كوبيل. غندير واحد معالق، انا عبرت بالمعالق صغار، جاوني 4 المعالق عامرين مزيان باش يجي يعطيني واحد اللون الكريمه. غادي ندوزو هنا في الطحنون حتى ينسجم ليا الطحين كوبيل مع الكريم شونتي. هنا بعد ما وجدات ليا الكريمه ندوزو باش نحطها شويه في فريغو على ما نقطع العجينه. وغادي نوجدوا الكريمه ان شاء الله للشكل النهائي. هنا قطعتها على جوج وحتى القطعه الثالثه غادي نكملها يعني نلاقيها الطريفات الاخرين. هنايا قطعتها جاوني جوج قطع والباقي غنكملوا غادي نلاقيهم. ناخذ هذا الطرف اللي هنا والطرف التالي اللي من هنا وغادي نقادهم. نتوما غتبعوا معايا. بسم الله. كما كتلاحظوا كتجي ريش بونط خفيفه. هنا قطعت القطع اللي كان الثالث اللي خاصني. غادي ندوز نزين الكيك. ندوز نكملوا المقادير اللي مازال باقيين ان شاء الله ديال لا كريم. انا هنا غادي نلاقي ليها طريف، زيت طريف اخر هكا فاش نكون كنصيف فيها بالكريم شونتي غادي نلاقيها ان شاء الله. بسم الله. هنا بعد ما درت الكريمه غندير الطبقه الثانيه غادي نحطها ونكمل هذوك الطريفات اللي كانوا مازال ناقصيني. الشينواز هنا انا ما سقيتهاش، نحطوا عليها الكريم الطبقه الاولى ديريكت فوق الكريم. غندير الطبقه الثانيه الكريم شونتي وغنستمر حتى نكمل. حتى هنايا غنديروا الطبقه الثانيه، ندير عفوا الطبقه الثالثه ديال الجينواز. كما كتلاحظوا كتجي خفيفه مخرده ما شاء الله عليها. هنا غادي نحطوا الطبقه الثالثه والاخيره باش غادي نزينها دابا ان شاء الله. ندير ليها الكريم ونكمل التقديم ديالها كما كتلاحظوا.
نكمل ليها الكريم. اذا هنا بعد ما زيناها، اذا هنا عندي 3 المعالق ديال شوكولاط حبيبات، درت معلقه كبيره عامره ديال القشده الطريه، وعندي معلقه صغيره ديال الزبده غنخليها حتى الاخير. غندير كسرونه فيها الماء حمام ديال مريم، ونحط عليها هاد الكسرونه حتى ندوب هاد الكريمه هادي اللي غادي نزين بها في الاخير الكيك ديالي ديال لا كريم. وغادي ندوز ان شاء الله باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الحلوه ديال لا كريم. نتلاقاو. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. كما كتلاحظوا كتجي غزاله، كتجي طالعه. بعد ما تجربوها ان شاء الله غادي تعرفوها شحال هي كتجي رطبه وكتجي غزاله ما شاء الله عليها. ما تنسوش الى عجبتكم القناه تشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد، ضغطوا على الجرس. الى اللقاء في وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله.